قد إيه تجربة الحبة الكاملة دي حلوة أوي، 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 صحية ومفيدة وهشة لآخر واحدة وطعمها لذيذ جدًا، جدًا، جدًا. بُصّي مفرّغة ومقرمشة لآخر واحدة، هتقعد معاكِ وقت، طعمها لذيذ جدًا جنب كوباية الشاي، تنفع فطار، تنفع عشا، تنفع تسالي كده بين الوجبات، طعمها مفيد وصحية أوي، أوي. قبل ما نبدأ الفيديو أستأذنِك في اللايك والاشتراك والكومنت. هنسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وهنبدأ في الوصفة. يلا بينا حبيبة قلبي. هنجيب معانا كوباية مية فترة من الحنفية تدفيها مفيش مشكلة، معلقة كبيرة خميرة عشان تبقى صحية جدا، معلقة كبيرة عسل، ما عندكيش حطي معلقة سكر، مفيش أي مشكلة. هنغطيها ونحطها على جنب تخمر معانا. تمام، هنركنها على جنب. هنجيب معانا نص كيلو دقيق، حبة كاملة ما بيتنخلش الحبة الكاملة، 4 كوبايات. هنحط معانا معلقة كبيرة شمر على ينسون، تمام، معلقة صغيرة بيكنج باودر، مستحب معلقتين سمسم كبار، ما عندكيش مفيش مشكلة. هتقلبي كويس جدا الخليط زي ما انت شايفة كده بالمعلقة. تمام. لو وصلتي معايا لحد هنا حبيبة قلبي ما تنسيش الاشتراك واللايك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصي حبيبه قلبي، جبنا معانا كوبايه سمنه على زيت، نص سمنه ونص زيت، هنحطها على الدقيق ونقعد نبسها كده واحده واحده لحد ما تتكون معانا كتله. جبنا الخميره بتاعتنا بسم الله ما شاء الله. بصي اول ما خمرت معانا هنحطها برضو ايه على بس الكاميرا فصلت في المرحله دي، على الدقيق. هنقلبها كويس جدا لحد ايه ما تتلم معانا زي ما انت شايف. هسيبها شويه تخمر. تمام اهو. بصي اول ما امسكها وتتلون معايا وتتشكل معايا او تبقى كده العجينه ممتازه بالنسبه لي، هسيبها تخمر لمده مثلا ايه نص ساعه. تمام، انتوا زي ما انتوا شايفين الجو حر فمش هتاخد وقت في التخمير، هي بس نص ساعه لان في كل مرحله هي بتخمر برضو. تمام اهي. بصي بمسكها بتتضغط معايا وطرية قوي قوي، عجينة طرية وناعمة وما بتلزقش معانا. هنقسمها قسمتها 3 أجزاء. أول جزء اهو برمته عملته اسطوانة طويلة، وانت بقى حسب حجم القرقوشة بتاعتك انت عايزاها قد ايه. هنعمل كده بس ما تضغطيش جامد عشان ما تطلعش معاكي رفيعة. تمام اهو. جبت القطاعة بتاعتي، السكينة اللي متوفر عندك، المقاس والحجم اللي انت عايزاه بتقطعيه اهو زي ما انت شايفة. بصي حبيبة قلبي، يستحب ان تكون التقطيعات كلها متساوية عشان يبقى الشكل المقاس كله واحد اهو. بصي انا بوريكي الحجم اللي انا عايزاه، السمك اللي انا عايزاه اهو. ولسه كمان خلي بالك لسه هتخمر. تمام اهي. بصي التقطيعات بسم الله ما شاء الله. قطعتها. هجيب صاج معانا مدهون رشة زيت، حاجة بسيطة خالص. تمام، وهترصيها بالطول بالعرض. اهم حاجة ما تحاوليش تزنيها مع بعض لانها كده كده هتخمر. بسم الله ما شاء الله. عمل معانا اهو زي ما انت شايفة صاجين. بسم الله ما شاء الله. نص كيلو عمل معانا، لما استوى عمل معانا كيلو، رمى معانا كيلو. بصي حطيتيها من الفرن من تحت ربع ساعة، وأول ما خلصت أنا الشواية عندي بعافية شوية فإيه خدت لون، بس طعمها تحفة ومقرمشة لآخر واحدة، صحية جدا ومفيدة وجميلة جدا. هتعجب ولادك، هتنفع للمدارس، هتنفع للمصايف، هتنفع للخروجات. جميلة أوي أوي لأبعد الحدود. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش الاشتراك واللايك والكومنت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.